بسم الله. ده الاوردر اهو يعني كان بسرعه جدا. يعني انا طالبه النهارده ما شاء الله يعني. هنشوف بقى، انا استلمته حالا، لسه جاي لي دلوقتي من المندوب، وهنشوفه مع بعض واحده واحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. بقالي كتير ما عملتش معاكم فيديوهات او ريفيو عن حاجه معينه من الحاجات الحلوه اللي احنا بنتعامل فيها كلنا وبنتعايش فيها حياتنا. اليومين دول موسم الجوافه، وموسم الرمان. دول من الفاكهتين الشتويين الكويسين جدا، اللي فيهم فيتامينات عاليه جدا وفيتامين سي قوي جدا، خصوصا الجوافه والرمان. طيب، النهارده انا معايا. النهارده انا ايه، طلبت اوردر من مزارع الخير. النهارده انا شفت لهم اعلان على البتاع، انا ما اعرفهمش، اول مره اتعامل معاهم. بالصدفه النهارده دخلت، شكل الفاكهه مغري جدا، مغري جدا. دخلت لقيت الاسعار حلوه قوي، معقوله جدا. توصيل، خدمه رمزيه بتتكلم في 20 جنيه، حاجه بسيطه يعني. فالمهم بقى اللي شددني ان الصور حلوه قوي. طيب يا ترى الفاكهه، بقيت بقى دماغي هتودي وتجيب، يا ترى الفاكهه هتبقى حلوه زي ما هي موجوده في الصوره، ولا زي ما بنشوف اي حاجه اونلاين وبتبقى الموضوع ايه، اي كلام وكده يعني. طيب، انا طلبت الاوردر النهارده، وهم دايما بيردوا بيقولوا ان الاوردر بيوصل خلال 48 ساعه. انا اتفاجئت ان هم جابوه في نفس اليوم. كانت في سرعه حلوه جدا، ان هم جابوا الحاجه في ساعتها. كلموني الدليفري او التوصيل، كلمني قبلها حوالي تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع. كان الحمد لله كنت انا في البيت. هم غالبا ممكن يكونوا بيتعمدوا يتصلوا في الفتره الليليه عشان يكون صاحب الاوردر موجود، يكون راجع من شغله. المهم ده اللي حصل. المهم انا استلمت الاوردر من شويه. انا كنت طالب جوافه، وكنت طالب رمان. انا هفتح معاكم الحاجه وهنشوف شكل الحاجه مع بعض، وهنقيمها سوا، وهنشوفها دلوقتي ايه. تمام. انا ممكن اجنب الحاجه دي على جنب كده، اطباق. ابدا بايه خليني ابدا معاكم مثلا بالجوافه. ده البوكس بتاع الجوافه. والله يا جماعه انا بفتحه معاكم فعلا دلوقتي، فعلا. تعالوا بصوا كده، انا عايز الكاميرا تيجي بس عليا كده. ده كان شكل الجوافه اول ما انا استلمتها كده يا جماعه. والله يعني بجد ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الجوافه دي، شكل الجوافه. انا عايز اقول لكم ان الريحه قلبت البيت حرفيا. ريحه بجد الجوافه، يعني الريحه بتاعت زمان، ريحه الجوافه اللي كانت بتقلب الدنيا. هي طبيعه الجوافه عامه، الريحه فيها بتبقى ملفته جدا، بس لا اوفر قوي، ريحتها عاليه قوي. شكل الجوافه زي ما انتم شايفين كده. تعالي تاني بالكاميرا كده، بصوا المنظر. طبعا تحس ان كانه شغل يعني مستورد. بصوا، بصوا. انا بطلع معاكم كده اهو. معلش لو هبهدل الدنيا شويه واطلع الورق اللي هم بيبقوا حاطينه السلوفان ده. شايفين؟ انا عايز اشوف يا ترى تحت زي فوق، لان هم دايما بيقول لك تحت. بصوا الجوافه يا جماعه، بصوا الشكل. الجوافه حلوه ازاي. بصوا انا اجيب واحده، بصوا من تحت. بصوا الجوافه. ساعات طبعا بتبقى ايه، مكان تقل ومكان رصه الجوافه ممكن تلاقي ايه، جوافه طرت شويه، او مكان الحاجات اللي شبه كده. لكن بصوا الجوافه كلها سليمه، بس مكان الحاجه اللي على بعض. لان البوكس ده عباره عن 10 كيلو، فانت لك ان تتخيل 10 كيلو في مكان واحد. انا بطلع من تحت. بصوا يا جماعه شكل الجوافه. بصوا، ريحه بجد تحفه. طب ما تيجي نجرب كده. يعني هنعمل مثلا كده، وبلاش بقى بالسكينه، ونعمل مثلا كده زي ما ايه، ناس كتير قوي بتحب تاكل الجوافه بالمنظر ده. ونشوف شكل الجوافه من جوه. بصوا يا جماعه، بصوا. بصراحه لا، تحفه.
روعه يا جماعه، بجد روعه. جوافه سكري مسكره. انا بحب الجوافه سواء عصير باللبن او بالتاكل. بس الجوافه دي انت هتصعب عليك تعملها بصراحه عصير، بس انا هعمل عصير برضو، بس المهم ان هي طعمها يعني واو قوي يعني. بصوا شكل الجوافه من جوه. انا ما اعرفش الصوره او الفيديو ظالمها ولا لا، بس الطبيعه انا شايف بعيني اهي. دي كان ايه؟ الجوافه. وزي ما شفناها مع بعض، لا محترمه قوي جدا. بصوا الجوافه، حجم ممتاز جدا، حجم محترم قوي. جوافايه فوق الجمال، بيضه لونها فاتح. شايفين الجوافه عامله ازاي؟ انا بوريكم اهوت يعني. بصوا، بصوا الجوافه عامله ازاي. شايفين؟ ممتازه ممتازه، مزارع الخير بصراحه. انا اول مره اتعامل معاهم، وهم ما يعرفوش ان انا هعمل الريفيو ده اصلا عليهم يعني. خلينا ننزل البوكس ده كده. خد يا حبيبتي تدخل، حط دوت عندك بالراحه هناك. خلينا ايه نظبط بعض الحاجات اللي احنا ركبناها كده. ده البوكس بقى بتاع ايه. هو تقيل شويه عشان هو اكبر وزنا اصلا. كان فيه مقص، هات المقص. ده بوكس رمان. المفروض ان هو بيجي، او هم اعلانين عنه ان هو فرنج 14 كيلو. تمام. بس هو طبعا انتوا عارفين الرمان مش، الحبايه بتبقى بتختلف شويه في الاوزان، فما يقدروش يعمل عليها كنترول قوي، فممكن يزيد معاك كيلو. يعني هو اما جالي وهو بيسلمني قال لي ان هي زايده كيلو، وهو خد تمن الفرق بتاع الكيلو وخلاص. بس يعني ان فرق زياده كيلو. الرمان شكله كويس جدا زي ما انتم شايفين كده. الحاجه شكلها فريش. حجم الرمانه ممتاز. انا حد سالني، يعني حد اسف، المعلومه دي قال لي ان لما يحصل الفلقه بتاعتها دي بيبقى ان هي كده استوت كويس، وان هي من جوه نضجت يعني زي ما بيقولوا، ان هي يعني تمام وممتازه يعني. برضو تعالوا شوفوا كده يعني، تعالي بالمنظر كده. هو انا زي ما فتحته كده قدامكم البوكس، زي ما انتم شايفين كده، ده جاي كرتون شويه عشان يستحمل. وزي ما انتم شايفين كده المفروض ان دول تقريبا دول 15 كيلو المفروض. الحجم كله لا حجم كويس، ما فيش حاجه اسمها حبايه، حرفيا ما فيش حبايه صغيره قليله بتاع كلام من ده. هناخد مثلا اتنين ونفتحهم، لان طبعا ايه، كلنا الرمان بالذات بنحب، اللي هو طبعا معروف الرمانيه الحلوه اللي هي بتبقى مسكره ولونها احمر فاقع قوي. فاحنا ناخد اتنين وننزل البوكس. معلش الدنيا كركبت، بس ايه هنظبط بعدها. ده ايه طبق الرمانتين هم اللي جبناهم. احنا ممكن نفتح واحده بس عشان التصوير وكلام من ده، بس ايه يعني هنشوف. احنا شفنا الجوافه، لا يعني لو هتقول لي قيمها هديها 10 على 10 بامانه. انا مش بطبيعتي كمان يعني، انا ذواق وبحب الحاجه الحلوه شويه. فلا الجوافه اوكي اوكي يعني، ما شاء الله حلوه جدا يعني. تمام. احنا جبنا حبايتين رمان عشوائي. طبعا الرمان له كذا تقطيعه وبتاع وكلام من ده، بس احنا هنحاول ان احنا ايه، نشوف لها اي طريقه ان احنا نعمل بس لحد التصوير، وبعد كده كل واحد بيعمل زي ما هو عايز. احنا بنفتح مع بعض يا جماعه. بصوا شكل الرمان بالصدفه، ده شكل الرمان بتاعه. بصوا الرمان. طب انا هدوق كده. لو قلت لكم ان هو سكر مش هتصدقوني.
سكر. طيب يعني هنقول يمكن ايدينا صابت واحده والباقي مش تمام، خلينا نفتح واحده تانية. معلش عشان ايه التصوير اهي، ده ممكن تكون اقل حمرا شويه بس برضو ايه من جوه ايه تمام. سكر يا جماعه. الرمان ساعات بيتعمل بيتحط الناس بترش عليه سكر واوقات وكده. انا عايز اقول لكم ان ده ممكن يتاكل بالمعلقه من غير سكر خالص. تحفه السنين. مزرعه الخير، عايز اقول لكم شكرا بجد. يعني فعلا زي ما انتوا قلتوا في الاعلان بتاعكم صدقتم. الحاجه فوق الممتاز. اسعارها محترمه جدا جدا ان انت تجيب لي الحاجه لحد البيت. آه، سعرها مش غالي. بالعكس قريبه جدا من زي تقدر تجيبها من السوق. بل والله والله كمان مره الجوافه انا جبتها من جنب مني باغلى من كده. والرمان اغلى من كده، انا جاي لحد البيت ودفعت 20 جنيه تمن توصيل. تاني بعيد شكرا مزرعة الخير على ان انتوا وفيتوا وصدقتوا بالمعلومة السليمة، ان انتوا ما ضحكتوش على. كنت اول مرة اشتري منكم، اول مرة اتعامل معاكم النهاردة وجالي الاوردر النهاردة، بالرغم ان هم مبلغيني ان هم هيجوا 48 ساعة. بس ما عنديش حاجة تانية اقولها، والحاجة هي زي ما انتم شايفينها قدامكم. آه، حاجة ما شاء الله. شكرا مزرعة الخير. سلام.